عمرك سمعت عن مدينة كبيرة كانت موجودة واختفت؟ مدينة اختفت؟ ليه؟ هي إبرة ولا مفتاح ولا شاحن موبايل ولا إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ بجد زي ما بقولك كده. هو في مدينة ممكن تختفي؟ مدينة إيه دي؟ وعرفت إزاي إنها اختفت؟ دي اسمها مدينة هرقليون. بس اختفت إزاي؟ هقولك في آخر الفيديو. طب المدينة دي كانت فين؟ المدينة دي موجودة في المدينة العظمى الإسكندرية. هي موجودة ولا اختفت؟ طب المدينة دي كان عليها ناس عايشين وحصل لهم ايه بالظبط؟ وعرفتوا ازاي اصلا انها اختفت؟ اصبر شوية ما تستعجلش واحضر الفيديو للآخر وهقول لك كل حاجة. بس قبل اي حاجة تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. عادة بيتم اكتشاف الأثر بثلاث طرق مختلفة. أول طريقة إن بيبقى موجود نص تاريخي أو كتاب بيتكلم عن الأثر أو اسمه أو مكانه، تمام؟ فالعلماء بياخدوا النص التاريخي ده ويبحثوا عن الأثر لحد ما يلاقوه. تاني طريقة إن الأثر بيبقى موجود في منطقة كلها آثار أو في آثار تانية قريبة منه، فبيتم البحث في محيط المنطقة دي فبيكتشفوا آثار جديدة. تالت طريقة اللي هي بتبقى عن طريق الصدفة. لو عندنا حفر بيتم في أي مكان سواء منازل أو سواء مشاريع قومية مثلا بتحصل وبيتم حفر في الأرض فبيكتشفوا الآثار فيها عن طريق الصدفة. تتحدث الكتب الإغريقية عن مدينة عظيمة وضخمة بتعتبر بوابة مصر على البحر الأبيض المتوسط، وفي كتب كتير اتكلمت عن المدينة دي، وفي مخطوطة بالتحديد للمؤرخ الإغريقي هيروديت بيتكلم فيها عن بناء معبد كبير جدا عن نزول البطل الأسطوري هرقل في مدينة قديمة اسمها هرقليون. وتم البحث عن هذه المدينة كثيرا ولم يتوصل إليها أحد، ظنا منهم إنها أسطورة. فمدينة هرقليون أو ثونس هي مدينة أسطورية قديمة بتعتبر ميناء هام ومركز تجاري ضخم جدا على البحر المتوسط في القرن السادس قبل الميلاد. مدينة هرقليون دي بتبعد حوالي 32 كيلو متر شمال شرق مدينة اسكندرية على خليج أبو قير، وتبعد من الشاطئ حوالي 2 كيلو متر ونص على عمق 10 متر أو 30 قدم. مكتشف المدينة هو فرانك جوديو، وطبعا هيجي في خيالك انه ده طبعا اكيد هيبقى عالم آثار، لكن هو ما كانش عالم آثار، ده كان عالم في الرياضيات والإحصاء، واستقال من شركته وأسس شركة للبحث عن الآثار تحت الماء، وقام ببناء سفينة مجهزة على أحدث الطرز، وكان معاه تصريح بالبحث عن المدينة المفقودة. بدأ فرانك جوديو البحث في عام 1996 واستخدم أجهزة الرنين المغناطيسي النووي وماسحات السونار عالية الدقة. وبعد 4 سنوات من البحث هو وفريقه طبعا وجد شيء غريب جدا عبارة عن شيء مسطح، ودي ما كانتش غير رمال مسطحة أو جزء من الرمال المسطحة، وبالبحث والحفر في الرمال دي كانت أول طبقة فيها عبارة عن قشور وقطع سيراميك. الطبقة الثالثة في الرمال وجدوا حجر أبيض، وده كان الحجر الجيري اللي كان بيجي أصلا من أسوان، ودي كانت بداية في البحث قالت لهم ان ده احتمال كبير جدا ان يكون جزء من المدينة المفقودة. وباستخدام التقنيات الحديثة في البحث وجدوا مجموعة من الطوب مرصوصة فوق بعضها بطريقة معينة، وبناء على الكتب المكتوبة عن المدينة المفقودة فخمنوا ان ده يكون جزء من سور معبد هرقل. وبعد البحث تم العثور على حجر من الجرانيت الاسود كان بوجه انسان وجسم اسد، حاجة شبه ابو الهول كده، وده كان بيبقى موجود في الطرق المؤدية للمعابد. وبعد البحث أكتر تم العثور على قدم لتمثال عملاق من الجرانيت الأحمر، وتم العثور على التمثال نفسه وبجواره تمثالين آخرين، وتم استخراج التماثيل، وكان على رأس كل تمثال من التمثالين الآخرين تاج ملكي. كان طول التمثال الواحد حوالي 5 متر ووزنه بيوصل ل6 طن. والعلماء حددوا التماثيل دي انها بترجع للعصر البطلمي، وده بناء على جدار موجود في المتحف البطلمي اللي موجود في مدينة كومومبو.
بعدها تم اكتشاف عظيم جدا، وهو اكتشاف هرم الجرانيت الأحمر. وده كان مكتوب عليه نص إن ده معبد الإله آمون. طب هتقولي إزاي؟ هو ده معبد الإله آمون ولا المدينة المفقودة ولا معبد هرقل؟ أنت كده حيرتني معاك. هقولك إن هم ربطوا بلوحة موجودة في المتحف المصري بتوضح إن كلمة آمون بالهيروغليفية هي كلمة هرقل باليونانية. إذا معبد آمون هو معبد هرقل، وبكده تم اكتشاف معبد هرقل. ولكن كانت المباني مبنية من الطوب اللبن، وده خلى المياه تقضي على ملامحها تماما. وده أجبر العالم فرانك جوديو لاستخدام موجات مغناطيسية عالية التردد للبحث عن المواد والأخشاب. وبعد البحث على بعد 200 متر من المعبد تم اكتشاف موجات مغناطيسية غريبة. فبالبحث أيضا وجدوا أنها عبارة عن قطعة خشبية، وهي كانت عبارة عن هيكل سفينة كبيرة وبجوارها المئات من السفن المحطمة. وبالبحث أيضا وجدوا الكثير من اللوحات الحجرية والعملات الذهبية والأقراط وأواني الفخار والتماثيل الصغيرة. والسؤال اللي مستنينه كلنا هو إيه اللي حصل للمدينة دي خلاها تختفي بالشكل ده؟ الحقيقة أن بعد البحث الكثير وجدوا بقايا بشرية موجودة تحت المعبد، وده بيأكد لنا أن المدينة تعرضت لزلزال، ولكن الزلزال سبب غير كافي لغرق المدينة. بعد البحث أيضا وجدوا انشقاقات أرضية في التربة، وده بيأكد لنا أن بعد حدوث الزلزال مع الانشقاقات الأرضية مع طبيعة المدينة أنها رملية وتحت منها مية كتير، فبحدوث الزلزال حصل ضغط للمية، فالمية طلعت لفوق خلت التربة وأكنها رمال متحركة، فبدأت المدينة في الانزلاق والانجراف تحت الماء. وبكده تم اكتشاف المدينة، ولكن ليس بالشكل الكامل. فبرغم مرور 20 سنة على اكتشافها ما زالت هناك أجزاء كبيرة لم يتم اكتشافها حتى الآن، وده علشان المدينة كانت كبيرة جدا. فالإسكندرية مدينة مليانة بالآثار الظاهرة والمختفية، وده لأن اسكندرية مدينة عظيمة وأسطورية، حاجة كده شبه مدينة بابل وروما. وكمان اسكندرية كانت عاصمة مصر في عصر البطالمة والرومان، وده خلاها مليانة بالآثار الرومانية. ودي كانت حلقتنا عن المدينة المفقودة اللي في خليج أبو قير في اسكندرية، ودي حلقتنا من سلسلة حلقات هنتكلم فيها عن الآثار الغريبة والمختفية في مصر كلها. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أنا معكم بشوي أفلامين عكس التيار.